صباح الخير البنات، اتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهاتي. اليوم ان شاء الله غادي يكون فيديو مغاير كما كتلاحظوا، يعني غادي يكون روتين ديال اليوم او غير بعض منه، يعني ما غاديش نشارك معكم اليوم باكمله. المهم هانتوما تحضروا معايا بعض الوصفات اللي غنشاركهم معكم، ونتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. بعد الفطور بطبيعه الحال كانت اول حاجه عندي وهي انني بدلت لي زور ديال البيت ديال الدراري. من بعد حيدت كاع داكشي اللي مسخ وخديته باش نديه يتصبن. الماكينه ديالي انا كالبنات كتهز 8 كيلو، يعني كتهز ليا الحوايج يكونوا هكا ثقال. صافي غنديرهم غير في الماكينه. غادي نديرهم يتصبنوا صابون عادي. وبما ان اليوم كان مشمش، هذا اليوم كان مشمش، قلت علاش ما نصبناهمش ونحيدو. غادي ندوز نحضر معكم الخبز. الخبز ديال الشعير، المهم ماشي ديال الشعير كله شعير، وانما غادي نخلط فيه الدقيق ديال القمح ودقيق ديال الفورص. هكا البنات اللي ما تيبغيوش الشعير هكا بوحدو كيجيهم ثقيل، ممكن ديروه بهذه الطريقه وهانتوما كيجي زوين وفي نفس الوقت كتستافدوا. هنا كما درت نفس الكميه ما بين القمح وما بين الشعير وما بين الفينو او دقيق القمح. الخميره البنات انا ديما كنقول لكم راني ما كنكثرش الخميره، ولكن هاد العجينه هذه غادي نخليها تقريبا اليوم كامل. وتنساوش بان هاد الاله هذه راه كتعرفوها البنات كتكون سخونه، يعني كتسخن. واخا هاد البرد دابا اللي كاين، يعني هي راه كتسخن حيت فيها واحد، هي اصلا راه فرن وهذا كيطيب فيه. مي احنا انا مع عمري استعملته كطيب دائما انا كنعجن فيها. صافي غادي نخليها تعجن الخبز وغادي نخليه يرتاح. بالنسبه للشعير راني كندير فيه زيت الزيتون كيعطي واحد المذاق زوين. من بعد ما خليتها ارتاحت وخمرات البنات، هنايا راه خمرات، راه تقريبا خليتها حتى العشيه. ما كملتش معكم اليوم. المهم غادي نشارك معكم غير الاهم، يعني بلا ما يحتاج نشارك معكم بزاف المهم غير الاهم وصافي. هنايا العجينه من بعد ما خمرات حيدتها وغندير منها قريصات غادي نديرهم بالبلبوله او هذه ديال الشعير. المهم حنا كنقولوا لها البلبوله وكل واحد اش كيقول لها. صافي غادي نمرمدهم وغادي نديرهم يخمروا، نخليهم مره اخرى يخمروا. ومن احسن حاجه هاد الشعير هذا او سميتو ما كيبغيش يتقرص بزاف، دائما خلوه واحد شويه يكون هكا سميك باش ما يجيكمش قاصح. كتعرفوا الشعير دغيا كيجي قاصح، ما تخلوهش، خلوا العجينه تكون خفيفه. وحتى في الطياب ما ديروا واحد الطاوه هكا تكون فيها الماء دخلوها الفران ملي تكونوا كيطيب هكا، داك الفابور او داك البخار ديالو كيخليه كيجي رطب. صافي غادي نخليه يخمر، انا كنشرطو ونخليه يخمر مزيان. من بعد عاد غادي نطيبو. وبالنسبه للطبق ديال اليوم غادي نشارك معكم الخرشف اللحم بالخرشف. كيجي زوين البنات، ولكن ما تخلعوش ما تضحكوش، راه الخرشف هذا راه طري، راه زعما طري، هذا هو اللي متواجد عندنا مع الاسف. هذا هو، ما تضحكوا ما والو. والله الا البنات هذا هو اللي كاين، كيتباع بحال هكا، كيبان لكم زعما راه شي حاجه قديمه، مي هو فتي طري، ولكن هو هكا كيتباع بحال هكا، ماشي داك الخرشف اللي تعرفوا حنا كيتباع في البلاد خضار وزوين. مي هاد النوعيه كتكون بحال هكا، ولكن كيكون زوين فتي وطري. هاتو الدليل انكم عندما تلقاو شي حاجه بحال هكا، شي حشره شي دوده، دليل على انها كتكون مزيانه، ما فيهاش مواد كيماويه. سينو المواد الكيماويه او الادويه المبيدات اللي كيدار على الخضر كتقتل حتى الحشرات وتقتل حتى دوك الديدان. لذلك ملي تلقاو شي حاجه هكا فيها الديدان او لا فيها هكا شي حشره، عرفوها بانها راه ما فيهاش المبيدات بزاف. بعد ما نقيته مزيان، كتعرفوا كيفاش طريقه التنقيه ديالته. خليته وملاحظه ما ديروهش في الماء نهائيا باش ما يجيكم شرب الماء. غسلته وخليته. بالنسبه لطريقه تحضير الطبق، المهم انا نشارك معكم طريقتي. هنايا كما كتلاحظوا البنات انا خديت هنا جوج طناجر، وحده درت فيهم بجوج البصله والمعدنوس والقزبر والثوم وزيت الزيتون، درتهم فيهم جوج. هذيك الصغيره غندير فيها
الخرشف من بعد ما تغسل مزيان. قطعه ديال الحامض غندير فيها الملح والابزار سكينجبير وشويه ديال الكركمه والماء والملحه، وغادي نخليهم يطيب على خاطرو على نار مهيله. اصلا هذا الخرشف هذا الا كان فتيله ما كياخذش طيب بزاف، مهم غادي يطيب. ديروا الماء اللي غادي يطيب لكم الخرشف صافي. في الطنجره الاخرى اللي غادي يطيب فيها الملح حتى هي البصله، القزبر، المعدنوس، الثوم، زيت الزيتون، الملح، الابزار، وغادي نخليهم حتى يتقلاو مزيان، حتى يدبل هذيك البصله يتقلاو. دائما من الاحسن تقليو الحاجه على النار اللي كتكون مهيله. بالنسبه للعطريه درتهم بجوج، والماء كما قلت لكم غادي نغطي على الخرشف نار مهيله ونخليه حتى يطيب. الطنجره اللي غادي نطيب فيها اللحم حتى هي نفس المقادير، يعني نفس ما درتش غير العطريه، درت غير الملح والابزار. العطريه ما كنديرهاش في الاول باش ما تحرقش ليا في القاع. من بعد ما تشحرات العناصر كما هي غادي نضيف ليها اللحم. ضيفوا اللحم اللي بغيتو ولا النوعيه اللي بغيتو على حسب الكميه حتى هي اللي بغيتو. غادي نديرو وغادي نخليه يتقلى واحد شويه حتى يتقلى مزيان، ودائما على النار اللي تكون ملهيله. من الاحسن هذه من الاحسن ما تقلوا شي حاجه تكون على نار مهيله. غادي نخليه يتقلى. من بعد غناخذ واحد مطيشه او طماطم، مهم واحد مطيشه هكا حكيتها، او ممكن دير واحد المعلقه من لاصوص طوماط او هذاك مطيشه المركزه. صافي غادي نخليهم يتقلاو واحد شويه وغادي نروي عليهم الماء. هنايا غادي نضيف العطريه بالنسبه اللي ما ضفتهاش نبلوله سكينجبير، غادي نضيف الكركمه. صافي هادو هما العناصر اللي غنضيف، ما غاديش نضيف شي حاجه اخرى. غادي نغطي عليهم ونخليها حتى غادي يتقلى مزيان داك اللحم. غادي نروي عليه ونخليه حتى كيطيب تماما، وفي نفس الوقت داك الخرشف راه حتى هو كيطيب. هنا هي البنات في هذه الاثناء راني رميت الخبز حتى هو يطيب من بعد ما خمر كما كتشوفوا. هنا باقي لي تقريبا شويه من الفوق يتحمر، راه تحمر من التحت ولكن باقي شويه. غادي نرجعو حتى يتحمر شويه. هنا غندوز غنشارك معكم واحد شلاضه اللي هي صراحه زوينه وصحيه في نفس الوقت. هنايا فيها هاد الفارو، او ممكن ديروا الشعير، ممكن ديروا هذاك ابلي اللي كاين. المهم انا استعملت هاد الفارو هذا كيكون في هذه النوعيه هذه. من بعد ما سلقته هو ما كياخذش الوقت بزاف، 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه، غير انا كنبغي نزيد فيه شويه طيب. درت معاه حك ديال الطون وهذاك الفطر المعلب مخلط، يعني كيكون انواع. قرتهم طريفات صغار، تقريبا واحد المعلقه ديال المايونيز. هنا الصلصه اللي درت فيها زيت الزيتون وفيها الحامض وعصير ديال الحامض والملح والابزار. هنا ضفت تقريبا معلقه ديال المعدنوس. وغنخلط هاد العناصر. بالنسبه لديك الصلصه اللي فيها الزيت زيتون وعصير الحامض والملح والابزار هي اللي غادي نبقى نستعملها. هنا درتهم في هاد الطاوه هكا، هاد المول هكا، وضعته في الوسط. بالنسبه للبطاطا وخيزو سلقتهم هكاك صينين وخرجتهم في الحكاكه، يعني حكيتهم على الطول تيخرجوا بهاد النوعيه هكا، كيخرجوا بحال هكا طوال شويه على شكل السباغيتي. غير انا كانت طيبتهم بزاف داكشي علاش هكاك ما بانش بزاف، اما الا خليتهم هكا شويه واقفين كيجي الديكور ديالهم كيكونوا خارجين بحال سباغيتي نيت. صافي غادي نوضعهم في الطبسيل او طبق ديال التقديم. يعني انا حطيتهم بالطريقه العاديه يعني الكلاسيكيه باش كنحضروا السلطه المغربيه. غادي رشيتهم حتى هما بلا صوص. هنايا عندي البروكلي او اي نوع من الشيفرون اللي اي نوع. غير هنايا زدت فيه شويه ديك الصلصه، زدت فيها شويه ديال المطارد. كتعرفوا بلي البروكلي والشيفرون ما تيكونش فيهم واحد المذاق اللي هو يا داير، غير باش تخرجوه اما بالمطارد او الثوم هكا تزيدوا تخرجوا لوغو ديال هاد الخضره هذه. هنا درت شرائح ديال الخيار من بعد ما قطعتهم شرائح حتى هما درت ليهم نفس لاصوص. وهنايا عندي الفجل نقيته ودرت ليه شرائح هكاك درتهم في الماء. الا بقاو واحد المده طويله راه كيتحلوا كيجي بحال شكل ورده. هنا سلقت البيض وخديت الصفر ديالو زدته نفسه مع ديك الصلصه ومع تقريبا معلقه ديال المايونيز، وعمرت بهم دوك الحفر ديال البيض. الا عندكم الوقت وبغيتوا تقدموه شي تقديم يكون مزيان
ممكن تخرجوه بسكابوش. صافي حضرت هذه وخليتها في الثلاجه، وحتى الطبق راني طفيت عليه في النص ديالو، من بعد ترجعوا غادي نكملوا معاكم. خرجت ضروري. المهم خرجت كان خاصني نتقدى شي حوايج وخرجت قديتهم. وصافي هنايا نضرب بكم شويه دويره. صافي البنات كيما شفتوا معايا، يعني دابا راه في اي بلاصه كتمشي ليها راه داكشي ديال ناتالي وديال راس العام، راه كاين تخفيضات وكلشي داكشي ديال الريغالو والكادوات موجودين. المهم انا خديت هادو فيهم سكونطو ديال الماعن. خديت هاد لازانيا، هادي كتجيني ساهله كتكون هادي فريسكا يعني طريه. خديتها حتى هي، وكان السلمون حتى هو كان فيه شويه ديال السكونطه او تخفيض، خديت منه. صافي وخديت هاد الخميره هادي ان شاء الله بغيت نجربها بيو، المهم ديال الخميره ديال الحلوى مي بيو ما عرفتش. المهم نتمنى انها تكون مزيانه. صافي هادشي اللي خديت البطاطا، خديت الخل، ويمكن خديت خديت البانا او كريم فريش، وخديت الزيتون هو اللي بصراحه مشيت على ودو باش نجيبو نديرو في مع هذاك الخرشف. هذا غير الكيوي شي واحد عطاه الراجل ديالي وجابو معاه. صافي كانت هذه هي التقضيه بالنسبه هنايا الخرشف. كما شفتوا بعد ما حيت اللحم وضفته مع داك الخرشف وهذيك التغميره ديالته، خليتهم يتقلاو مزيان يعني حتى كيعقادوا. هنايا عضفت معاهم زيت، عضفت معاهم الزيتون. البنات من الاحسن لكان داك الزيتون الاحمر كيكون زوين، ولكن انا ما كاينش هنايا. صافي غادي نخليه تقريبا واحد 5 دقائق وغادي يكون واجد. كانت هذا هو الطابله اللي شاركت معكم. هذا هو الخبز بالشعير، كيجي بنين يا البنات وكيجي زوين اكثر مع الخبز واتاي وزيت الزيتون. احسن اكله ما كايناش اللي مغربيه اللي ما كبرتش بها. وهذا هو الطبق جا معلك، جا صراحه زوين. كان هذا ديسر خفيف غير الليمون والكيوي من بعد هذاك اللي شفتوا معايا. غير واحد الاضافه كنضيف معاه زيت ارغان كيجي رائع. نتمنى ان شاء الله البنات الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم.